ما عندك اختي فين تمشي؟ هذا هو الفيديو اللي كتقلبي عليه. هنا يا اختي جبت لك وصفه خطيره في التبييض اللي غادي تهنيك في هذا الصيف هذا. كتعطي تبييض من اول استعمال، كتحيد كاع داك الاسمرار والحروق ديال الشمس والتسبغات. بغيتي يا اختي غير تبياضي، الوصفه ها هي شاركتها معكم. اللي عليك تنوضي وتحيدي عليا العكس وتصوبيها ليا وغتشكريني عليها. يلا الغزالات ديالي بلا ما نطول عليكم، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم وشي تعليق زوين بحالكم. ندوزو دابا للوصفه ديالنا ديال اليوم على بركه الله. فالمكون الاول والرئيسي اللي غنحتاجو في الوصفه ديالنا ديال اليوم هو اللفت البنات اللي رائع في التبييض. كيبيض بواحد الطريقه اللي هي سريعه بزاف، وكيمتص كاع دوك الاسمرار ودوك الحروق ديال الشمس. كيبيض البنات وكيعطي نتيجه من اول استعمال. فغادي تاخذ البنات اللفت وغادي تقشروه كيف ما كتلاحظوا معايا. فبالنسبه للفت البنات، الا عندكم هكا صغير غادي تاخذوا جوج، ولا عندكم كبير غادي تاخذوا هكا غير وحده كبيره. المهم والكميه كتبقى دائما اختياريه كيف ما كنقول لكم دائما. الا بغيتوا تصوبوا كميه اللي هي كثيره راه المهم غادي تضاعفوا الغزالات ديال المكونات. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا حكيت هاد اللفت هذا في حكاكه اللي هي رقيقه. ضروره البنات الحكاكه تكون رقيقه باش هكا تستخرجوا منه واحد الكميه ديال الماء اللي غادي تكفيكم في هاد الوصفه هذه. لاننا غادي نحتاجوا فقط الماء ديال اللفت، الماء ديال اللفت البنات اللي رائع في التبييض. وهنايا البنات غادي ناخذ واحد الزلافه، غادي ناخذ زلافه ومصفات. فاش غادي نصفي هاد اللفت هذا اللي حكيت. فبالنسبه للبنات اللفت راه غزال بزاف البشره صراحه. هاد الوصفه هذه يعني ما كتخطانيش نهائيا في الصيف، كنستعملها بزاف. كتزول كاع دوك الحروق ديال الشمس وداك الاسمرار والبقع الداكنه. اي طاشه البنات ديال الشمس اولا ديال الاسمرار في الدد ديالكم، في الوجه، في الرجلين، في اليدين، في العنق، في اي منطقه في الجسم ديالكم، راه البنات كيزول يعني بصفه نهائيه، كيتحيد بحال ما عمرو كان. صافي هنا الغزالات ديالي كتاخذوا هكا مصفات وكديروا فيه هذاك اللفت اللي حكيتوه، وكتبقاو هكا تعصروا مزيان حتى كتعصروا مزيان داك العصير ديال اللفت اولا داك الماء ديال اللفت، لاننا هو اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه هذه. راه ساهله البنات، ساهله بزاف هاد الوصفه هذه. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا الكميه اللي استخدمتها البنات اللي استعملت ديال اللفت، استخرجت منها هاد الكميه هذه ديال الماء، يعني غادي تكفيني. صافي هنا غادي نحتاج فرماج مثلث. فممكن البنات انكم ديروا فرماج مثلث اولا فرماج مربع على حسب اللي متوفر لكم. راه البنات بجوجهم كيعطيو نفس النتيجه. الفرماج راه يعني كيعطي نفس النتيجه في اي وصفه، اولا في هذه الوصفه هذه اولا في اي وصفه البنات. راه الفرماج يعني كيعطي نفس الفعاليه سواء هذا المثلث اولا المربع. صافي الغزالات ديالي كيف ما شفتوا معايا درت هنا فرماجه كامله، وغادي نبدا كنمعس فيها مع هاد الماء ديال اللفت حتى كيتخلطوا لينا مزيان. غتبقاو تمعسوا البنات في هذا الفرماج حتى كيندمج لكم مزيان مع هاد الماء هذا. والفرماج غزال بزاف البنات للبشره، كيبيض البشره وكيزول منها كاع دوك القشره اللي كتكون في البشره ديالنا. كيزول داك الجلد الميت وكيبيض البشره وكيزول التسبغات وكيوحد اللون ديال البشره. صراحه غزال بزاف البنات، وكيف ما كتشوفوا كنستعملوا بزاف في الوصفات ديالي. وفي هذه الوصفه هذا البنات عرفتوا هذه الوصفه هذه غادي تنفعكم بزاف هذا الصيف هذا. اي وحده كتعاني من الاسمرار او التسبغات اولا الحروق ديال الشمس، يعني يديك كحله اللي الرجلين ديالك، العنق ديالك، الوجه ديالك، اي منطقه ممكن البنات حتى هاد الوصفه هذه ديروها للمناطق الحساسه. راه غزاله والنتائج ديالها طوب دو طوب. صافي هنايا من بعد ما كنمعس الفرماج غادي نضيف حليب مجفف البنات. اي حليب مجفف متوفر عندكم، نيدو اولا اي حليب مجفف غادي تضيفوه ليا البنات في هذه الوصفه هذه. غادي تضيفوا هكا قياس واحد الملعقه صغيره. هاد المكونات كاملين البنات اللي غادي نستعمل في هذه الوصفه هذه راها معروفه في التبييض، ومعروفه انها كتوحد اللون ديال البشره وكتمتص كاع دوك التسبغات وداك الاسمرار والبقع الداكنه، وكتخلي البشره كتخلي فيها واحد النضاره اللي هي فن البنات.
صافي كيف ما شفتوا معايا البنات كنضيف ديك المعلقه ديال حليب نيدو وكنخلط المكونات ديالي جيدا. كتخلطوا هما البنات مزيان مزيان حتى كينسجموا لكم مع بعضياتهم. وكذلك غادي نضيف النشا البنات راه غني عن التعريف، والبنات اللي كيستعملوا الوصفات راه ضروري ان النشا يكون متوفر عندهم، ضروري. واي وحده كتستعمل الوصفات الطبيعيه كيكون متوفر عندها النشا. والنشا البنات غادي تستعملوا منه قياس هكا واحد الملعقه من النشا، وغادي تخلطوا المكونات. النشا راه كيبيض بواحد الطريقه اللي هي سريعه، كيبيض البشره 10 درجات، وكيساعد البشره انها تمتص من هذاك الاسمرار البنات، كاع داك الكحوله اللي في البشره غادي تزول بصفه نهائيه. صافي هنا الغزالات ديالي اخر مكون غادي نضيفو للوصفه ديالنا ديال اليوم، الوصفه الخطيره في التبييض. غادي نضيف البنات ملعقه من الحمص مطحون. الحمص مطحون البنات كتاخدوه كطحنوه وكتخليه عندكم هكا في شي بواطه، وفيما تبغيو البنات تستعملوه في شي وصفه كتلقاو عندكم واجد، يعني كتكونوا طحنتوه على يديكم. يعني من الاحسن البنات ما تاخدوش اي مكون كتستعملوه للبشره ديالكم، من الاحسن انكم تاخدوه صحيح وتطحنوا على يديكم في الدار وتبقاو تستعملوه في الوصفات هكا كتعرفوا شنو استعملتوا في الوصفه ديالكم. يعني وكتاكدوا ان الوصفه ديالكم يعني فيها مكونات اللي هي فعاله ومكونات اللي هي طبيعيه 100%. فهنايا البنات غادي ديروا العصير ديال الحامض. بالنسبه للبنات اللي عندهم حساسيه ما يستعملوش العصير ديال الحامض الوجه ديالهم، غادي ديروا فقط الوصفه كيف ما شاركتها معكم، غادي ديروها البشره ديالكم. وداكشي اللي بقى لكم اللي غادي تطبقوها البنات على يديكم على رجليكم غادي تضيفوا ليه العصير ديال الحامض. والبنات اللي ما عندهمش حساسيه نهائيا ممكن انكم ديروا العصير ديال الحامض في هذه الوصفه هذه وتطبقوها على وجهكم على يديكم على رجليكم على العنق ديالكم على اي منطقه بغيتوها البنات في الجسم ديالكم. يعني اللي عندها حساسيه ما تستعملش عصير الحامض على الوجه ديالها، تستعملوا فقط على الجسم. واللي ما عندهاش غادي تستعملوا في الوجه والجسم ديالها بالكامل. فبالنسبه لطريقه الاستعمال ديال هذه الوصفه هذه غادي تطبقوها على اي منطقه البنات بغيتوا في الجسم ديالكم. غادي تطبقوها على الوجه ديالكم، على العنق، على اليدين، على الرجلين، على بين الفخذين، على اي منطقه تحت الابط، على اي منطقه البنات بغيتوا انكم تبيضوها او عندكم فيها اسمرار او بقع داكنه او اللون ديالها ما موحدش، غادي تطبقوا فيها الغزالات ديالي هاد الوصفه. وغادي تخليو الوصفه في البلاصه اللي طبقتوها فيها غادي تخليوها حتى كتنشف معاكم، ماشي حتى كتكرمل البنات، فقط غادي تخليو الوصفه حتى كتنشف وغادي تبقاو تبرموها البنات على هكا حركات اللي هي دائريه حتى كتزولوا الوصفه ديالكم، حتى كتبرموا الوصفه في ديك المنطقه اللي طبقتوها فيها. وغسلوا البنات ديك المنطقه سواء الوجه اليدين رجلين اي منطقه طبقتوا فيها هاد الوصفه هذه. من بعد ما كتبرموها غادي تغسلوا وغادي ترطبوا ديك المنطقه، وغادي تشوفوا يا البنات واحد التبييض واحد النتيجه اللي غادي تعطيكم من اول استعمال. غادي تشكرونا البنات على هاد الوصفه هذه وغادي تولي معتمده عندكم في هاد الصيف هذا ان شاء الله. فيما تحسوا بالبشره ديالكم او في اي منطقه في الجسم ديالكم فيه اسمرار او بقع داكنه او الحروق ديال الشمس غادي تلتجئوا لهاد الوصفه هذه لانها صراحه وصفه ناجحه 100%. كنتمنى الغزالات ديالي ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوها. واي وحده جربت لي هذه الوصفه هذه تعطيني الراي ديالها في التعاليق وتقول لي النتيجه اللي عطات معاها، رغم اننا البنات متاكده من النتائج ديالها لانني مجرباها. واي حاجه كنشاركها معكم الا وعن تجربه كنجرب البنات الوصفات حتى كنتاكد من النتائج ديالهم عاد كنشاركهم معكم باش حتى نتوما تجربوهم ليا وتستافدوا وتشكروني عليهم ماشي العكس. صافي البنات هذه هي الوصفه ديال اليوم. الا عجبتكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم. اللايكات البنات خليت لكم الراحه. الى فيديو قادم، بسلامه.